بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء جديد والكرة مع وليد، ويسعدني ويشرفني يكون معايا نجم من أبناء محافظة كفر الشيخ، وبالأخص نجمنا وحبيبنا ومحبوب محافظة كفر الشيخ بأكملها، والملقب بالمهندس الصفقات، حبيبنا وحبيب نادي كفر الشيخ الكابتن حمادة اسماعيل. يسعدني ويشرفني يكون معايا ضيف اليوم في برنامج الكرة مع وليد، وهيكون معايا حوار مع الكابتن حمادة اسماعيل عن أهم الصفقات اللي الكابتن أجراها من خلال الحياة مع حبه وعشقه في كرة القدم. يسعدني ويشرفني وأنقل الكلمة للكابتن حمادة اسماعيل. كابتن حمادة، مساء الخير. مساء النور يا استاذ وليد، واتشرف ان اكون معاك النهارده باذن الله. تبقى حلقه كويسه يعني على قد ما نقدر. ويشرفنا تواجدك معانا كابتن، ومن داخل نادي كفر الشيخ يكون لي لقاء وشرف ان يكون معايا الكابتن حمادة اسماعيل. الله يخليك. في البدايه احب نتعرف بالكابتن حمادة اسماعيل. حمادة اسماعيل ده اسم الشهره، محمد اسماعيل. مواليد 63، عجوز يعني. ومن براعم نادي كفر الشيخ، وتدرجت لقطاع الناشئين للدرجه الاولى، الفريق الاول لنادي كفر الشيخ، مع قامات كبيره في التدريب. وبعد كده سافرت ورجعت على نادي كفر الشيخ برضو اللي انا اتربيت فيه، مدير اداري ومدير تسويق في يعني اغلب الاوقات في الشغل في النادي. وحاليا كنت مدير اداري الفريق الاول، ورجعت تاني مراقب نشاط في النادي. طب عرفنا بقى كابتن ونبذه كده سريعه للساده المشاهدين عن حبك وعشقك لنادي كفر الشيخ. طبعا المكان اللي انا اتربيت فيه ده يمكن عشت فيه اكتر من بيتي كمان. حبي الاول والاخير طبعا للنادي اللي انا اتربيت فيه. عملت صفقات الحمد لله كتير من خلال نادي كفر الشيخ برضه. يعني النادي فضله علينا كلنا. مش عليا انا بس، لا علينا كلنا كرياضيين يعني. بس يا باشا. طيب يا كابتن، اللقب اللي حضرتك اطلقوه عليك مهندس صفقات بعض انديه جمهوريه مصر العربيه. طبعا ده شرف كبير ليا كابتن وليد. انا من اول النادي الاهلي وانت نازل، انا الراجل بتاع الانديه دي كلها هنا في كفر الشيخ. تمام. الحمد لله والشكر لله بثقه الناس فيا. يعني على قد كده على ما اسم، يعني عيني كويسه على اللعيب، والحمد لله علاقاتي بالناس كلها في الانديه، كرؤساء انديه او مديرين تسويق في الانديه. الحمد لله والشكر لله علاقتي بهم كويسه جدا. طيب يا كابتن حماده، احنا عايزين نعرف برضو من خلال هذا اللقاء، عايزين نعرف اهم الصفقات اللي عملتها في تاريخ حياتك. ده ما اهم الصفقات كلها صفقات مهمه. طبعا عايزين يعني حاجه كده يعني ايه نشعل بها الجمهور. انا اول صفقه ليا في مجال التسويق اللاعيبه، اول صفقه عملتها كانت حماده شنح. حماده شنح كان ماضي هنا في نادي كفر الشيخ، وعقده او كان استمارات، ما فيش عقود. الاستماره السنه الثالثه خلصت، ونادي انبي كان عايزه، و كان في شرط جزائي مكتوب كده في الاستماره، اتحط يعني كده لما عرفوا ان انبي جاي، فما عرفوش يعملوا اكتر من 15,000 جنيه في العقد. كان حماده يندفع فيه كتير، بس هو كان وقته في النادي كان خلاص انتهى يعني، وراحوا خدوا الاستغنى في المنطقه وخلصوه يعني. دي كانت اول صفقه ليا. بعد كده في مثلا لاعيبه طبعا كتير راحوا في قطاع الناشئين. وديت اسلام محارب الاهلي من نادي كفر الشيخ هنا، وشرفنا هنا في نادي كفر الشيخ بالمهندس الصفقات بقى الاصلي في مصر، مهندس عادل القيعي. طبعا راجل محترم
فوق الاحترام كله. عينه كويسه جدا برضو على اللعيبه. عرضت عليه اسلام محارب، وكان في لعيب تاني من اسمها سمنود اسمه زيتون. الاثنين دول انا مخلصهم على ترابيزه واحده في ساعه واحده مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. خلصنا عقد اسلام وخلصنا عقد زيتونه وانتقلوا للنادي الاهلي، وكانت بدايه خير بالنسبه لهم يعني، الحمد لله. طب احنا لو حبينا برضو نعرف الساده المشاهدين مين اصعب صفقه مرت في يعني على الكابتن حماده اسماعيل؟ اصعب صفقه خدت منك وقت ومجهود كان كريم خميس للداخليه. كريم خميس كان من ناشئين النادي برضو هنا، وكان بيلعب درجه اولى، وجم الناس وخلصناه هنا في النادي بس بصعوبه شديده يعني. وبرضو كان احمد المله هنا في النادي برضو، خدت شويه صعوبه. كابتن عادل القائي كان موجود، والاستاذ محرم الراغب كان موجود، كان المحافظ ايامها صلاح بيه سلامه، وجه الكابتن عادل هنا على النادي، والاستاذ محرم راح على المحافظه على المحافظ، لان المحافظ كان عضو في النادي الاهلي، فهو في صداقه شخصيه. بعتوا الكابتن عادل هنا يخلص، وبعد كده الموضوع تم، واحمد مضى في مكتب المحافظ صلاح سلامه. طب يا كابتن حماده، برضو من خلال برضو لقائنا مع حضرتك واحنا يشرفنا تواجدك معانا كابتن، هل صفقات زمان تختلف دلوقتي عن دلوقتي في اتمام الصفقات بعد الانديه؟ طب الاول اقول لك برضو، عشان برضو من اهم الصفقات اللي انا يعني محطوطه لي في السي في بتاعي اللي انا بتشرف بيها. تمام. محمد حمدي باك ليفت انبي طبعا الفريق الاول ومنتخب الشباب. محمد ابني الحمد لله، انا ربنا جعلني سبب برضو للولد، ان انا موديه انبي وهو 8 سنين. تمام. محمد يعني هم جيران اصلا، كنت باجي بالعربيه اخده من تحت البيت واجيبه تحت البيت لانه هو جاري. تمام. العربيه اللي بتاخدني هي اللي بتجيبني برضو تاني لمكاني يعني. تمام. فمحمد ده ابني، وانا اللي موديه للكابتن جمال السيد، كان مدير قطاع البراعم في انبي تحت اشراف طبعا ابو الناشئين في مصر الكابتن امام محمدين، ده اخويا وحبيبي برضه كابتن امام، وانا بتشرف بمعرفتي بالكابتن امام. ده راجل حرام وجوده في المكان ده. ده المفروض من زمان ده يبقى مدير فني الناشئين في اتحاد الكوره. اتحاد الكوره الراجل ده ما خدش حقه الكابتن امام. طيب احنا برضه هنرجع للسؤال اللي احنا سالناه من قبل اجابه حضرتك، اللي هو هل زمان التعاقدات كانت بتتم في سرعه، ودلوقتي في زي ما تقول كده يعني برضه لغه المال هي اللي يعني عاليه شويه في التعاقدات؟ دلوقتي اسهل. في الوقت الحالي اسهل. زمان ما كانش فيه عقود. دلوقتي العقد شريعه المتعاقدين. تمام. انا بتعاقد مع النادي لمده سنه 2 3. بعد السنه الاولى لو عايز امشي ادفع كذا، بعد السنه الثانيه عايز امشي ادفع كذا، بعد الثالثه او الرابعه وخلاص. لكن دلوقتي اسهل بكتير من الاول. الاول كان رؤساء الانديه او مجالس ادارات الانديه هي اللي كانت بتتحكم في مستقبل لاعيبه الكوره. تمام. وياما لعيبه كتير كويسه جدا بطلت كوره بالطريقه دي. طب انت يا كابتن حماده، من خلال الاكاديميات اللي هي دلوقتي حاليا في جميع الجمهوريه، انت اكيد برضو زي ما انت حضرتك ذكرت ان عينك بتشوف وبتكتشف لعيبه كتير، في لعيبه جذبت نظرك مثلا انك ده يلعب مثلا مكانه اهلي، مكانه زمالك، مكانه اسماعيلي مثلا؟ في الاكاديميات يعني؟ في الاكاديميات. انا بتشرف ان انا اكون عضو
من اعضاء لجنه المنظمين في شركه رايت تدريب. مم. انا بتشرف ان انا الكشاف او المنظم بتاع الشركه هنا في محافظه كفر الشيخ. الشركه ديت الرئيسة لطفي بيه منصور ومحمد ياسين منصور، دول اصحاب المشروع. المشروع ده معمول في غانا وكوت ديفوار بقاله فتره، والناس مشكوره جم عملوا المشروع هنا في كفر الشيخ او في مصر، عاملينه لخدمه منتخب مصر. انطقوا، كان المشروع كان قائم على 40، الطموح زاد ل 100 لاعب، ان دول يتاخدوا احتراف خارج مصر ويرجعوا يخدموا منتخب مصر. تمام. وطبعا الناس بقى مشكورين، يعني بياخد اللعيب اكل شارب نايم مدرسته، بيطلع معسكرات رعايه كامله، رعايه من والى بدون ولي الامر ما يتكفل جنيه. لا ده بياخد من المشروع كمان. طب احنا عارفين يا كابتن حماده برضو من خلال الساده المشاهدين برضو، يعني اكيد كل ولي امر دلوقتي طموحه انه يشوف ابنه محمد صلاح. من خلال الاكاديميات بنشوف ناشئين كتير جدا، بس هل سوء تنظيم انك تطلع ناشئ ان هو يلعب او يحترف خارج مصر؟ بص، الاساس مهم، الاساس مهم جدا، انك تطلع نشء فاهم. انما اللي موجود 90% منه سبوبه. الاكاديميات اللي شغاله 90% منها سبوبه. هو عايز عدد لعيب مش لعيب، المهم انه يدفع اخر الشهر. اخر الشهر. هي دي السبوبه. في لعيبه كتير جدا جدا يا كابتن وليد موجودين في اكاديميات ومهضوم حقها. خده وديه. انت بتمرنه، خده وديه. هو عايز يفضل الواد موجود معاه عشان كل شهر يعني لو راح خلي بالك، ده لو راح مكان افيد من قعدته في الاكاديميه. هو واحد مشي هيجيب له 10 ولا 20 مكانه. عشان حماده اتاخد من الاكاديميه دي راح نادي. صح. ايوه صح. هيقولوا صح، بس هي المفهوم محدود شويه. طب احنا برضو سمعنا ان حضرتك كنت سبب في تعاقد الكابتن اسلام محارب. ايوه برضو تعرف الساده المشاهدين. ما انا لسه قايل لك دلوقتي اسلام انا وديته الاهلي هو وزيتونه الاثنين في يوم واحد. لسه انا قايل طيب النقطه دي. عندنا برضو لاعب برضو بقيمه الكابتن رضا شحاته. رضا شحاته ومدرب دلوقتي في سيتي كلاب هنا. جاي هنا سيتي كلاب. رضا شحاته انا اللي موديه الاهلي. كان ناشئين كفر الشيخ برضو. فتحي النباصي كان حارس مرمى كفر الشيخ برضو، انا وديته الاهلي من هنا من النادي. يعني النادي واخد فلوس في اللعيبه دي. الحمد لله انا اللي كنت السبب فيها يعني. احنا برضو يعني الساده المشاهدين عارفين مين هو الكابتن حماده اسماعيل، زي ما بيقولوا كده، او ملقب بمهندس صفقات على مستوى الجمهوريه. يعني الكابتن حماده عينه بتشوف اللاعب اللي هو ينفع اهلي زمالك اسماعيلي انبي. ولو حابب تنصح اولياء الامور يا كابتن حماده. بص يا كابتن وليد، اولياء الامور صعبانين عليا. كل واحد فيهم عنده ابنه محمد صلاح، بس للاسف هو ما بيديش العيش لخبازه. هو عايز ياخد ابنه يوديه النهارده الاهلي، يوديه الزمالك، يوديه. ابنك لسه مش مؤهل للكلام ده. سيبه في الاكاديميه يتمرن، يستوي، يعرف هو مهامه ايه في الملعب، وبعد كده خده وديه.
ويخليه في ظهر ابنه يعني علشان يروح مكان، لان كل مدربين الاكاديميات مش عايزين يودوه. فكل اب يعني يتقي الله في الراجل اللي يودي له ابنه ده الاول، واللي يودي اللي يروح الولد يتمرن معاه ده بقى ده ثوابه عند ربنا كبير. يعني خلي بالك انا الحمد لله واعوذ بالله من كلمه انا وديت الناس دي كلها في الاول وفي الاخر حب. بدون مقابل يا كابتن. بص في مقابل لا يذكر. لا يذكر. يعني بيبقى رحمه برضه باولياء الامور. انا بقول لك اهو. ايوه كابتن. انا في لعيبه من دي انا كنت باخدها على حسابي معايا في العربيه اوديها واجيبها، واللي انا باكل منه بياكلوا مني. يعني بتراعي برضه ظروفه. طبعا. ايوه طبعا. حاليا في حاجه كده هتسمع كفر الشيخ؟ في نادي كفر الشيخ مليان مواهب. تمام. مليان مواهب. المشكله الاتفاقات اللي بتبقى فيها عائد مادي ديت يعني ممكن لعيبه كتير يجي لها وما تمشيش. تفضل قاعده. ليه؟ النادي عايز مليون وهم عايزين يدفعوا 100,000. ما بيجوش لبعض. ايوه. يعني هو برضو الاختلاف في الماده. واللي بيخسر في الموضوع كله اللاعب والنادي بتاعه. طبعا. طب يا كابتن انت برضو عارف ان بعض الكره والارياف وبتاع بيظهر فيها لعيبه وناشئين كويسين جدا كتير من اللي هي الدورات اللي هي بيعملوها كتير. انت ما بيصعبش عليك انك تشوف مواهب مدفونه هناك؟ انا بنزل بلف في محافظتي بقول لك. ده غير المحافظات التانية. تمام. لان انا بروح كتير بلف يعني. بنزل كل الاكاديميات اللي حوالينا في المحافظه، من فوه لقلين للزعفران لبيلا، كل الكره ديت انا بروح، المدن ديت والكره انا بروح اتفرج فيها لعيبه كتير كويسه. كتير كويسه. وانا على تواصل بناس كتير بيكلموني عشان اودي لهم ولادهم. احنا نسمع يا كابتن ان بعض الانديه على يعني اهلي، زمالك، اسماعيلي، انبي، فيوتشر، انت عارف ان بعض الانديه دلوقتي في الدوري الممتاز بقت قطاع خاص. ايوه. كله بقى استثماري. بخلاف الانديه الجماهيريه، زمالك، اهلي، اسماعيلي، اللي هي الانديه اللي بدات تنقرض منها القاعده الجماهيريه. لما بتيجي تودي لاعب القطاع الاستثماري ده، بتحس ان هو هيبقى مظلوم، ان هو مش هياخد نفس التألق بتاع اللعيبه اللي هي الجماهيريه؟ انا ممكن اكون وديت 2 أو 3 استثماري. بس بمحض ارادتهم هم، مش انا. انا بيصعب عليا اللاعب اللي بيروح استثماري ده. انا بدفع عشان العب. طب ما انا العب هنا في اي دوره، اروح اجر لي ساعتين في نادي ملعب والقنطره اهوت، واعمل ماتش واثنين وثلاثه. صح. لكن انت بتروح تدفع علشان تتأيد على امل انك هتروح دوري ممتاز. ايوه. المكان ده مش هيوديك دوري ممتاز. لا. انت عارف لو لعب في سخا، لو لعب في كفر الشيخ، لو لعب في قلين، احسن له من الاستثماري ده. ايوه. انا في ناس ياما كتير جدا جدا مكلمين عايزين يجوا ياخدوا نادي كفر الشيخ استثماري. ايوه. طب فرقه واحده استثماري، حرام. حرام. وهتبقى يعني مسمار في نعش هنا في النادي. ايوه. يعني الموضوع بالنسبه لحضرتك مش هينفع؟ لا لا لا. لا. طيب احنا عايزين بقى حضرتك تقول كلمه اخيره للساده المشاهدين وبرنامج الكوره مع وليد كختام، يعني ختامه مسك كده من الكابتن حماد. انا هقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الايام الجايه ديت تبقى ايام خير علينا جميعا. امين. ووليد حضر غني عن التعريف. كابتن حبيب والله. والله انت غني عن التعريف يا كابتن وليد. حبيبي. وانا اتشرفت ان انا كنت معاك،
وان شاء الله اشوفك تاني على خير باذن الله كده في صفقه تكون جامده برضه ان شاء الله. وهيكون يعني هيكون احنا اول ناس، ده وعد من الكابتن حماده، ان اعرف اي صفقه تكون يعني برضه ايه، صفقه احترافيه. ان شاء الله باذن الله هتكون قريب، وهتبقى عن طريق شركه كفاءات للاستثمار والتسويق الرياضي. ديت شركه مساهمه هنا في كفر الشيخ، بيرأس مجلس ادارتها محمد رضا اسماعيل، ده ابن اخويا. وفي كابتن عماد اسماعيل في الاكاديميه، كابتن خالد اسماعيل برضو مدير فني للاكاديميه، انا مدير التسويق في الشركه. ان شاء الله تبقى في صفقات قريب جدا يعني تفرحنا كلنا برضو. ونتمنى يا كابتن من خلال هذا اللقاء يعني نشوفوا مواهب ونجوم تطلع برضو من تحت ايد الكابتن حماده اسماعيل الغني عن التعريف إن شاء الله. في محافظه كفر الشيخ. وانا سعيد بتواجد الكابتن والقامه الكبيره ابن من ابناء نادي كفر الشيخ، وبتمنى له مزيد من النجاح والتوفيق. الله يخليك يا كابتن. حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن. الله يخليك حبيبي. بشكرك. كنتم مع برنامج الكوره مع وليد.